في يوم من الأيام في غابة خضراء جميلة، عاشت مجموعة من الحيوانات كانت تحب الرقص والإيقاع. كانت الغابة مليئة بالأشجار العالية والزهور الملونة، وكانت الحيوانات تقضي وقتها في اللعب وتعليم بعضهم البعض الحركات الجديدة. كان هناك قرد صغير يدعى تا، وكان يحب الإيقاع الحركي كثيرا. كان يجري ويقفز على الأشجار بسرعة، ويستخدم ذراعيه في التحرك بشكل دائري. كان تا دائما يريد إبهار أصدقائه بمهاراته في الإيقاع. على الجانب الآخر من الغابة، عاشت سنجاب صغيرة تدعى تاتي. كانت تاتي مرحة ولديها براعة في الرقص مثل الفراشة، وكانت تحب تقليد أصوات الطبيعة بقدميها الصغيرة. في أحد الأيام، قررت الحيوانات إقامة مهرجان للإيقاع حيث يمكن لكل حيوان أن يظهر مهاراته. اجتمعت الحيوانات عند شجرة البلوط الكبيرة حيث المساحة الواسعة. عندما جاء دور تا، بدأ يقفز بين الأشجار بحركات سريعة ومتقنة. قام بتدوير جسمه بشكل مثير وجعل كل الحيوانات تصفق بإعجاب. ثم حان دور تاتي، فبدأت بالتحرك بخطوات خفيفة، وواصلت القفز إلى أن صارت كأنها طائفة فوق الأزهار. كانت تتحرك بخفة ونعومة كالفراشة، فأبهرت الجميع بقدرتها على الجمع بين الإيقاع والموسيقى. وفي نهاية العرض، تقدم تا وتاتي إلى وسط الدائرة، وقررا أن يتعاونا معا. بدأ يفعلون الأدوار بنمط جديد، حيث كان تا يقوم بالحركات السريعة، بينما تاتي تضفي لمسة الموسيقى بخطواتها الرشيقة. حققت شراكتهما نجاحًا باهرًا وأثبتا أن القوة في التعاون، وأن كل منهما يمكنه إضافة جمال للحركة بإيقاعه الخاص. ومنذ ذلك اليوم أصبحت رقصة تا والتاتي من التقاليد المحبوبة في الغابة، واستمرت دروس الإيقاع تعلم الأجيال الجديدة من الحيوانات كيف يمكن للإيقاع أن يجمع بين السرعة والهدوء فيتناغم رائع.